الشيخ محمد الموسوي والحكمة من مخالفة أهل السنة. أن ننسب الكلام لأهل البيت الكلام الصحيح الصادق. يعني عندنا الآن كلام ينسب إلى أهل البيت يصب في الصميم في تفرقة الأمة، بأنه تروى روايات عن أهل البيت بأنه إذا جاء الحديثان متعارضان بأيهما نأخذ؟ قال هذا في زعمه في هذه الرواية المزعومة، قال انظر إلى ما عليه العامة يقصد أهل السنة فخذ بما خالفهم. هل يعقل أن الإمام جعفر الصادق أو الرضا أو غير من أئمة البيت أن يقول بهذا القول الله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ روى الحر العاملي في وسائل الشيعة الجلد 18 صفحة 85، وروح الله الموسوي الإمام الراحل الخميني في الرسائل الجلد الثاني صفحة 80، وهو غني عن التعريف من المعاصرين إمام الثورة، ومحمد باقر الصدر في تعارض الأدلة الشرعية صفحة 359 الطبعة الثانية دار الكتاب اللبناني، روى عن محمد باقر بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف فيه العامة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذه الروايات وأمثالها هي التي فرقت الأمة. أوضح لك وما يشبه به نفوس إخواننا الشيعة في أيام العزة في أيام عاشوراء فرقت وأورثت العداوة بين الأمة. لا اسمح لي يا شيخ صالح، هذه معاناة شديدة، نريد أن نفر من هذه الأمور التي أدت بنا إلى هذا التشرذم والتفرق. أما قضية التكفير توضيح مهم. مخالفة العامة لا يعني إيجاد الفتنة بين المسلمين، بالعكس، إنما هذا الحديث ناظر إلى الوضع السائد وقت ذاك الذي كانت الحكومات الظالمة تتبناه. الحكومات الظالمة تبنت مذاهب معينة، وكما أن التاريخ يشهد بذلك، وارجع إلى تاريخ الحكومات الأموية والعباسية والسلجوقية والمماليك وغيرهم، سوف ترى كيف أن الحكومات الظالمة كانت تتبنى مذاهب معينة الآن هي ضمن ما يسمى بأهل السنة والجماعة. فكان الأمر مخالفة الحكومات الظالمة فيما تفرضه على الناس من أحكام هي ليست إسلامية، فالإمام كان يقول خالفوا هذا الوضع العام السائد الذي كانت تدعمه الحكومات الظالمة. ما قال لا تحس أن التأويل هنا شوية لا مبالغ فيه أن خالفوا العامة غير خالفوا الحكومات؟ لا اسمحوا لي، هو هل يمكن أن يقول خالفوا الحكومات؟ هل يمكن لإنسان إذا هو حديث مروي خاص؟ الإمام لا يقول كلام خالف الحكومة، يقول خالفوا. ايش تقول يا شيخ صالح؟ أقول الإمام الخميني نعم من المعاصرين، نعم، وكذلك يعني مرتضى العسكري من المعاصرين، يعني كل كلام المعاصرين صحيح هذا الكلام صحيح، باعتبار أن هناك أحكام فقهية دخلت في الفقه الإسلامي من باب سياسية حكومية ظالمة، ليست من باب شرعية، ليست من القرآن والسنة. فشيعة أهل البيت يعني يسعون إلى جمع الكلمة وليس للتفريق. طيب والحديث كان يريد أن يبعدنا عن الأحكام الباطلة. طيب دكتور محمد، أعظم نقطة للالتقاء هي أن نرجع إلى الكتاب والسنة. الشيخ يقول قبل قليل لما ذكر له الشيخ صالح الروايات اعرضوها على كتب العامة فما خالف أهل العامة زين فخذوه ففيه الرشاد. يعني هذه القضية الآن أنت تقول يعني هذا ما ينبغي أن نعود إليه. لا، هذا الآن يقوله الخميني. نعم، الخميني يقوله الآن. أين تكريس الوحدة؟ هذا تكريس الفرقة بين المسلمين. يعني تصور يأتي الشيعي العامي المسكين، طيب يقول له ماذا أفعل؟ يقول اسأل علمائك. قال ما أجد إلا عالما سنيا. من أذهب إليه؟ قال اذهب إلى العالم السني، وما أفتاك فخذ بخلافه. لا هذا غير صحيح. هكذا الرواية. لا هكذا الرواية. لا شيخ يختلف عن ذلك، يقول إذا كان هناك دليل في القرآن الكريم في رواية هناك عفوا ما قال ابتداء تخالف. عفوا يا شيخ، هذا من الأمور التي يحل فيها التعارض. يقول أجد حديثين متعارضين. الرواية الاستخدام التقية الكثير عنده، أجد حديثين متعارضين ماذا أصنع؟ طيب قال اسأل العلماء. قال لا أجد إلا عالما سنيا. قال اسأله وما أفتاك به فخذ بخلافه. هل هذا يقوله؟ لا أقول هل يقوله عاقل؟ ما يفتي. إذا لماذا يذهب إليه أصلا إذا كان سيأخذ بخلافه؟ ولماذا دائما يأخذ وما يدريه
وما يدريه أن ما يفتيه طلع أن هذا جاهل، هذا الإنسان جاهل، ما يدريه أن هذا الجواب يوافق السلطة. ثم قد تكون المسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج. إيش دخل السلطة هنا في هذه المسألة عندما يقول وما يفتيك به عالم فخذ بخلافه؟ إلا إنه تكريس للعداوة وتكريس للبغضاء لأهل السنة وتكريس للمخالفة لمجرد المخالفة، لا لشيء إلا المخالفة. ولذلك أنا أقول الآن بدل أن يرشد الشيخ الآن